وعينيها كأنها شافت حاجة ما كانش المفروض تشوفها. يمكن اللي كان في البيت ده ما كانش إنسان أصلًا. في جرايم لمّا تسمعها تحس إن لا يا عم ده أنت أكيد اللي بتحكيه لي ده حتّة من فيلم رعب، بس اللي حصل في مزرعة هينكايف في سنة 1924 مش حكاية من فيلم لأ، دي جريمة نقدر نقول عليها كده مجزرة على الضيق. اللي حصل كان واحد من أكتر الجرايم اللي العالم كله وقف قدامها مش فاهم. 6 جثث، مزرعة معزولة وقاتل غامض. القاتل ده عاش وسط الجثث لأيام كأنهم عايشين. النهارده هنرجع 100 سنة لورا ونحكي قصة مزرعة الموت. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك وتشير فيديو لو عجبك وصلي بينا على النبي. في منطقة ريفية معزولة في جنوب ألمانيا في بافاريا، كانت عيلة جروبر عايشة في مزرعة بعيدة عن أي جيران. حياة المفروض إنها جميلة وهادية، والعيلة دي بتتكون من الأب أندرسن كروبر، راجل عنيف وبتاع مشاكل وخلقه ضيق. مراته سيزيلي ودي ست هادية ولطيفة، بس للأسف كان عندها مشاكل مع جوزها، بس هتعمل إيه يعني، كانت سايبة نفسها للقدر زي ستات كتير. وبنتهم الأرملة فيكتوريا، ودي بقى يا سيدي جوزها مات في الحرب فرجعت تاني علشان تعيش مع أمها وأبوها. حفيدين صغيرين ودول عيال فيكتوريا، كازيليا وجوزيف، وخدامة جديدة اسمها ماريا ودي اشتغلت معاهم يوم واحد بس. الناس في القرية دي كانوا حاسين إن العيلة دي فيها حاجة مريبة، والكلام اللي كان بيتنقل عنهم كان غريب. في إشاعة بتقول إن كان في حاجة بين الراجل اللي اسمه أندرياس ده وبنته، وناس قالت إن جوزيف الطفل الصغير ده مش ابن فيكتوريا من جوزها اللي مات، لا ده استغفر الله العظيم ابنها من أبوها. كلام مرعب صح؟ بس مفيش حد قدر يثبت حاجة. قبل الحادثة بكام يوم أندرياس كان حاسس إن في حاجة غريبة بتحصل، آثار رجلين غريبة بتمشي في التلج، بس الأغرب إن مفيش آثار لحد راجع تاني، يعني اللي دخل ما طلعش. ده غير انه كان بيسمع صوت خطوات حد بيمشي فوق السقف بالليل، وبعدها يلاقي جرايد غريبة في الجراج ومحدش فيهم هو اللي اشترى الجرايد دي. المفروض بقى ان مع كل الحاجات الغريبة اللي هو شافها دي انه يشك يعني ويروح يبلغ البوليس، بس هو ما عملش كده. الخدامة القديمة اللي سابت الشغل في البيت قبل الجريمة بأيام قالت ان البيت ده فيه حاجة غلط وان في حد بيتحرك جوه وهي قاعدة لوحدها. العيلة دي قررت إنها تكمل حياتها عادي. أهو هي حاجة من الاتنين، يا إما هم عارفين إيه اللي بيحصل يا إما نفسهم هم اللي حاجة غلط أصلا. المهم تمر الأيام وكل حاجة ماشية على الوضع الغريب ده لغاية لما جه يوم الجمعة 31 مارس سنة 1922. العيلة كلها اختفت. العيال ما راحوش المدرسة، فيكتوريا ما راحتش الكنيسة، العيش ما رجعش، والراجل بتاع اللبن رجع الأزاز تاني عشان ما حدش خدها. الجيران قلقوا، لكن العيلة دي كانت قلق ومحدش بيحب إنه يتعامل معاهم. بس بعد 4 أيام الموضوع بقى غريب أوي، 4 أيام مفيش حد فيهم ظهر. فقرر شوية من الجيران إنهم يدخلوا المزرعة ويشوفوا في إيه. 4 جثث مدفونة تحت القش في الحظيرة، الأب والأم وفيكتوريا وحفيدتها الصغيرة كازيليا، وجوه البيت الطفل جوزيف مقتول في السرير، والخدامة الجديدة متغطية في بطانية ومقتولة. وتقرير الطب الشرعي بيقول إنها ميتة في أول يوم جت فيه البيت. كلهم كانوا مقتولين بضربة فاس في الراس، وفي منهم اللي كان واخد أكتر من ضربة. لكن المرعب حقيقي إن الحيوانات اللي في المزرعة كان لسه في حد حاطط لهم أكل. البيت متوضب ومتروق وفي أكل لسه مطبوخ، يعني اللي قتلهم ما قتلهمش وجري. طب ليه فضل قاعد في البيت وسط الدم، وليه أصلا مهتم إنه يروق البيت؟ الموضوع مرعب للكل. حتى الشرطة اللي جت، الشرطة ما كانتش فاهمة حاجة في التحقيق، مفيش بصمات، مفيش سلاح جريمة، مفيش أي دليل. في ناس قالت إن القاتل كان من أهل البيت، وناس تانية قالت إن كان في علاقة غريبة ما بين فيكتوريا وراجل غني من أهل القرية، وكان في خلاف يعني على الميراث. وفي اللي قال إن القاتل كان مستخبي في البيت من زمان، عمال ياكل من أكلهم وعايش معاهم وبيسمعهم ومستني اللحظة اللي تخلص عليهم. بس اللي خلى الجريمة دي مرعبة فعلا مش بس القتل إنما البنت الصغيرة. الطب الشرعي قال إن كازيليا الحفيدة الصغيرة ما ماتتش من أول ضربة، في آثار تعذيب عليها فبتدل إن هي فضلت تقاوم. يعني البنت كانت عايشة وشافت القاتل وماتت ببطء لوحدها. عدى 100 سنة على الجريمة دي، وفي 2007 الشرطة الألمانية قررت إن هي تفتح التحقيق تاني، والمرة دي في أجهزة حديثة للتحقيق، لكن النتيجة نفس اللي حصل زمان، مفيش حاجة. وتم الإعلان رسميا إن الجريمة دي هتفضل ضد مجهول للأبد. إزاي قاتل أكل 6 أفراد وقعد وكل ونام في نفس البيت ومن غير ما يسيب أي أثر؟ ولا يمكن هو ما كانش بني آدم أصلا؟ احنا مش بنحكي على حرامي دخل سرق البيت ولا قاتل عادي. اللي حصل في المزرعة دي
مش مجرد قتل، لأ، في حد مريض نفسي ومخطط وعنده دوافع، بدليل إنه مش قتلهم وسرق حاجة وهرب والّا هرب بس، لأ، ده ما كانش مستعجل، كان عارف هو بيعمل إيه، قتلهم واحد ورا التاني وعلى الهادي، وخد وقته براحته، وكمّل حياته جوّه البيت كإنه صاحب المزرعة. ده اللي يخلّينا نسأل، هو كان يعرف العيلة دي؟ في الأغلب آه. وفي الأغلب إنها ما كانتش معرفة سطحية كمان، وأصلًا لو القاتل غريب المفروض إنه كده يكون سفاح ومريض نفسي، لكن فكر معايا كده حتى السفاحين بيبقى عندهم طريقة ونمط في القتل كده وحاجة مميزة، لكن هنا ما فيش نمط، هو قتلهم وخلاص. إزاي طيب قدر يعيش معاهم بعد ما قتلهم؟ ده حاجة مش طبيعية. بسبب الغموض اللي في الجريمة دي وإن ما حدش قدر إنه يوصل للحل، وبسبب إن الإنسان ما يقدرش ما يفتيش، طلعت نظريات كتير. في كلام قال إن القاتل كان عايش في الجراج من أيام ويمكن من شهور كمان، كان بيراقبهم يعني وعايش على جنب كده في البيت، لغاية لما جه اليوم وقرر إنه يكون صاحب المكان ده. والنظرية التانية بتقول إن جوزيف مش ابن فيكتوريا، ناس قالت إن جوزيف هو ابن علاقة محرمة ما بين فيكتوريا وأبوها. الكلام ده لو حقيقي يبقى الجريمة هنا ليها دافع انتقام، حد بيغسل عاره من الآخر. النظرية التالتة هي نظرية الميراث والماضي الأسود. أندرياس ده ما كانش سالك زمان وكان عنده مشاكل مع ناس، في منهم زمان اللي اتسجن ومنهم اللي اتفضح، يمكن حد يكون راجع علشان ينتقم منه ومن أهله. في بقى النظرية الرابعة، يمكن اللي كان في البيت ده ما كانش إنسان أصلا. يعني إيه خطوات فوق السقف وآثار داخلة البيت وما رجعتش تاني؟ واحدة من الجثث كان عليها علامات خوف، والبنت الصغيرة كان شعرها مشدود وإيديها مربوطة وعينيها كأنها شافت حاجة ما كانش المفروض تشوفها. مش يمكن العيلة دي كانت بتشتغل في السحر واللي قتلهم وانتقم ده مش إنسان؟ تفتكر أنت إيه اللي ممكن يكون حصل للعيلة دي؟ في النهاية ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وتشير الفيديو لو عجبك، وسلام.